خد يا حبيبي هنا اقول لك. خد، انت في ثانويه عامه صح؟ طيب تمام، بص يا حبيبي. قبل ما تخش الامتحان حط في دماغك ان ما ينفعش تغش. ليه يا بابا ما ينفعش اغش؟ علشان خاطر انا هدفع 20,000 جنيه وانت هتتحبس سنه. حرام يا حبيبي ادفع 20,000 جنيه توتو على كبوته، وفي نفس الوقت تقعد سنه في السجن. حرام. السنه دي يعني تعيدها احسن، تسقط وتعيدها. طبعا طبعا يسقط ويعيدها احسن. طبعا. البلد عايزاك حاجه محترمه جدا. دي مش سياسه، ده خراب ديار. انا ما بتكلمش في السياسه، ولا اتكلمت في السياسه قبل كده، ودي تشهد على كده. بس ده خراب ديار. بتاع الثانويه العامه اصلا محطوط عليه، يعني اصلا محطوط عليه وداخل في دوامه. قرف من البيت، من صحابه، يعني من الشارع، من مدرسين. نفخ. بجد نفخ. فوق ده كله انت عامل قانون. ده قانون ايه القانون ده؟ يعني الولد لو دخل السجن غش ودخل السجن هيقابل مؤبد عشان قتل، 6 شهور سلاح ابيض، 3 4 سنين حشيش وحاجات كده. ويجي يسألوه يا حبيبي انت دخلت في ايه؟ في 3 اسئله علل واتنين اخطر. احيه. بجد والله. يعني اشمعنى دي بقت البيز بتاعت البلد، اللي هو دي القاعده، الثانويه العامه لازم تبني مستقبلك عليها. البلد كلها ماشيه شمال. اشمعنى الثانويه العامه دي اللي هيطلع منها دكاتره؟ الاعلامي اللي هناك ده الكبير قوي ده اللي بيقبض ملايين ده خريج تجاره، قصدي خريج اداب، قصدي خريج خدمه اجتماعيه او زراعه. طب والاعلامي اللي خارج بامتياز ده؟ أم... مراسل. يعني مراسل مرمطون في القناه. يعني جامعه القاهره في الجيزه وجامعه عين شمس في العباسيه. مستنيين ايه؟